هو مش وزير الصحة منع التصوير داخل المستشفيات؟ يعني قانونا مش من حق محمد فؤاد او غيره يصور. خدوا بالكم يا جماعه، هنا الدكتور واقف بيكتب حاجات تخص الحالات اللي موجوده عنده، ومحمد فؤاد هو اللي جه عليه وهو شغال، والمفروض ده استقبال وطوارئ، وغير مسموح لحد انه يبقى موجود مع المريض غير من الدرجه الاولى، يعني زوجته ابوه امه، مش واحد جاي معاه جيش. الفيديو كمان من غير صوت، ممكن يكون محمد فؤاد اهان الدكتور. انت جاي لواحد محتاج مساعدته وربنا سخره لخدمتك، تقوم تهينه؟ انا معاكم ان الدكاتره كلهم مش ملايكه، في ناس منهم بتغلط. المشكله يا جماعه ان سلوكياتنا مع بعض بقت غريبه عن المجتمع المصري، وده ممكن يكون بسبب حاجات كتير ظهرت فجاه ومش من طبيعه الشعب المصري، زي مثلا المهرجانات والكلام المستفز والقبيح اللي بنسمعه واللي اطفالنا بيسمعوه. بصراحه انا بلوم الدكتور لسببين: اولا انت راجل متعلم، تاني حاجه صاحب مهنه انسانيه، واكيد مر عليك حالات كتير مشابهه وعارف هتتعامل معاها ازاي. هو باين في الفيديو تجاهل الدكتور واضحه زي عين الشمس. الاخلاق مقياسها مش لانك مطرب او دكتور او حتى زبال، الاخلاق تربيه ودين ومعامله. خلينا واضحين يا جماعه ان الدكتور دلوقتي ما بقاش زي زمان ملاك زي ما كنا فاهمين. الدكاتره دلوقتي بقوا تجار. دكتور الملاك ما بقاش فيه منه دلوقتي اصلا، كلهم بقوا يعني جزارين بيذبحوا المريض بالنسبه لهم سلعه. خلينا متفقين يا جماعه ان التعامل بقى في المستشفيات الحكوميه بقى صعب جدا، والدكاتره بقوا بيتعاملوا مع المريض واهله بقسوه. المشكله مش في ان ده مطرب وده دكتور، المشكله مشكله ضمير واخلاق انعدمت بغض النظر عن المهنه، سواء مطرب ملوش لازمه او دكتور باعلى الشهادات. المساله مش مساله شهادات خالص، الموضوع مش بالوظيفه، الموضوع بالإنسانية والآدمية. المطرب اللي مش عاجبك ده ممكن يكون أفضل بكتير من دكاترة في منتهى قلة الأدب. طبعا أنا مش بعمم، لكن في مدرسين ودكاترة ومهندسين داخل السجون بسبب تهم أخلاقية. سمعنا كتير عن سرقة أعضاء وسرقة فلوس وقتل واختلاسات. الموضوع مش بالتعليم، الموضوع بالتربية.